بعد ما استلم كريستيانو رونالدو الكرة مررها على السريع لبنزيما اللي كان متقدم على يمينه. في هاي اللحظة كان في 6 مدافعين مرصوصين بالخلف، و4 منهم عاملين جدار قوي قدام منطقة الجزاء، و2 ماسكين رونالدو وبنزيما كمراقبة لصيقة. بهيك دفاع متماسك كيف رونالدو ممكن انه يخترقه؟ بدل ما يراوغ المدافعين بنزيما حب يلعبها تكتيكيا مع رونالدو استلم الكرة، بعدها عدل وضعية جسمه وتقدم خطوتين وتخلص من المدافع اللي وراه، وبعدها مرر الكرة لزميله في الجهة الثانية. ال5 مدافعين اللي قدام منطقة الجزاء كلهم كان انتباههم على الكرة ومش منتبهين على كريستيانو رونالدو وهو بيتسلل بيناتهم بهدوء. زميل كريستيانو رفع كرة عالية وسط الزحمة، ولحتى أدركوا المدافعين كان رونالدو قدام المرمى. واحد من المدافعين حاول يقطع الكرة لكن لمست طرف أصابعه ونزلت الكرة على الأرض، وهون رونالدو ما تردد، سدد الكرة على يمين الحارس وجول بالشباك. هيك يا عمي هم الجلاكتيكوس، كم لمسة وبيحطموا أقوى المدافعين. رونالدو كان رأس حربة مرعب في ريال مدريد، ما حدا بيقدر يوقفه.